السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة زي ما اتكلمنا كده قبل كده في العربي، إزاي نخلي الأطفال يقرأوا بطلاقة وما يقطعوش أثناء القراءة. النهاردة بقى هنتكلم عن الإنجليش اللي هي مشكلة كتير من يعني المامز والمعلمات، إن الطفل بيقرأ عربي كويس جدا، لكن يعني خلصت معاه كل تقريبا شورت لونج فاولز، وبرضه الطفل بيقطع في الكلام أثناء القراءة وقراءته مش جيدة. السؤال ده اتكرر عليّا كتير جدًا، هو الطفل ليه بيقعد يقطّع كده في الكلام؟ طفلِك بيقطّع لمّا حضرتك تسمحي له بالتقطيع، يعني مثلًا هو بيقرا كلمة cat فقال أ طب ليه بقى ما نقولهوش مثلًا لأ، لازم تقولها كلمة كاملة cat cat. طيب أديكِ عرفتِ أهو دي بتتقال إزاي، هاتي له بقى الكلمات الstandard تحت بعضها، يعني مثلًا هيكتب إيه cat mat فات اللي هي عائلات عيلة الآت مثلًا، ونكتب له 4، 5 كلمات، أول واحدة هو عرف فكرتها إن هي at cat. طب ليه نقطّع في التانية والتالتة والرابعة؟ ليه؟ إحنا عرفنا الفكرة إن أنت لمّا تشوف الA أو الكلمات اللي فيها C words والV الvowel بيتقال أنت بتقطّع ليه طيب؟ أنت قُل بقى على طول بقى زي ما قُلت الكلمة الأولى cat يالّا هنقول mat، كلّهم كلمات standard. لكن الكلام ده بيحصل لمّا إحنا بنسمح للطفل بالتقطيع مرّة و2 و3 و4، فكل كلمة بيقراها بيقطّع، لأ هو قطّع في أول كلمة عشان إحنا عايزين نفهّمه فكرة إن إحنا بنقرا الحروف بأصواتها، فنقول أ، آت، كات. طيب خلاص الفكرة وصلت، نبطّل نقطّع بقى، هتقول إيه؟ الكلمة كاملة أهو، أنت قُلنا آت، كات، يالّا مات، rat، fat، hat وهكذا، خلاص الفكرة وصلت له ومش هيقطّع بقى بعد كده تاني. طيب تعالي نشوف مثلًا في عملية زي car، هيقول ر كار كار، فنقول كار. خلاص فار، جار، بار. طيب الكلمات دي كلها كلمات standard، أنت بتقطّع فيهم ليه تاني؟ أنت عارف خلاص الفكرة في أول كلمة كتبناها، تمام؟ فإحنا ما نسمحش للطفل بالتقطيع هيبطّل يقطّع، تمام؟ طيب ده بالنسبة للكلمات. طيب دلوقتي أنا بدأت إن أنا خلّصت short وlong vowels للطفل، أبدأ أجيب short stories كده أو جُمل بسيطة على الvowel اللي أنا باخلّصه. أنا خلّصت مثلًا الvowel A، فآجي أجيب له مثلًا جُمل، وأهم حاجة إن إحنا نعرّفه كمان حاجة الsight words. الsight words اللي هي كلمات بتتكرر كتير معانا، لكن ما لهاش قاعدة أنا درستها له وأقول له مثلًا بتتقال بالقاعدة دي. طب بنعمل إيه؟ أورّيها للطفل مرّة واحدة كده total، فنقول له كلمات الsight words اللي أنت بتشوفها كتير أوي وبتتكرر معانا في الجمل وهتتكرر معانا كتير، اللي هي زي and، he، she، is، we، they، the، like، of، on، in. دي كلمات كتير بتتكرر كتير في الجمل، والطفل ما ادينالوش قاعدة إن هو يقراها إزاي، لكن هيقراها زي ما عينه وقعت عليها مرّة و2 و3، فبدأ يستخدم ذكائه البصري إن هو ما ياخدش في الكلمات دي وقت خالص، تمام؟ يبقى إحنا لازم نعرّف الطفل عشان ينطلق في القراءة ويقرأ الجملة كاملة الsight words اللي إحنا قُلنا عليها دي is، he، we، she، and، on، of، in. دي حاجات بتسرّع مع الطفل في القراءة لإنه على خبرة بيها وقابلها كتير معاه، فما بتاخدش معاه وقت في القراءة. لكن اللي بياخد معاه وقت في القراءة شوية هي القواعد اللي أنا درستها له علشان يقرا القاعدة صح، فتلاقيه يقول مثلًا كلمة train كده train. طب أنت بتقطّع لي ليه بقى؟ أنا فهمتك الفكرة أهي. آجي أدّي له مثلًا كلمة مثلًا rain ray rain، خلاص أنت بتقطّع ليه؟ شيل الT من فوق أهو rain وخلاص، ما تقطّعش بقى. أنا عرّفتك فكرة الA لمّا بتيجي في الوسط مثلًا نقولها A، فنقول train تمام؟ أي A معاها في النُص بيبقى صوتها long، فأنت أمّا تشوفها طوّل وخلاص، قُل train، طوّل في الإيه، في صوت الA وقولها باسمها. فكل ما تشوف كلمة كده قولها باسمها على طول وطوّل فيها، ما تقطّعش. هيبطّل يقطّع، تمام؟ طيب بالنسبة زي ما قُلنا كده، اللي يحسّن بقى الموضوع مع الطفل ويخلّيه يقرأ بسرعة جدًا، إن إحنا نكتب له جُمل كتير جدًا على كل حاجة بندّيها له. يعني أنا دلوقتي ادّيت له verb to be، وهو عارف اللي هو استخدامه إزاي مع الpronouns am وis وare. حتى لو مش عارف، أنا هاكتب له جُمل كده I'm sad، I'm
I'm cold, I'm happy, I'm a doctor. تمام؟ طيب اللي هيخلّيني أسرّع كتير بقى هو شاف كلمة I'm أنتِ ما بتستخدميش بس ذكاء الطفل السمعي إن هو سمع منِّك الجُمل كتير، بيستخدم كمان ذكائه البصري اللي حفظ الطريقة اللي إحنا بنقرا بيها الكلمات إزاي، فمش هياخد فيها وقت. يعني ما يشوف I'm دي I'm تفتكري هياخد وقت قد إيه؟ طيب حاجة كمان لمّا ييجي يقول I am مثلًا sad أو I am happy. طب تعالي كده خلّيوا الكلام في بعضه I'm sad I'm sad. ما هيبطّل يقول لِك I am بقى. طب إيه اللي هيسرّع أكتر؟ اللي أنا باقوله ده، إن إحنا ندخّل الكلام في بعضه I'm sad I'm happy she's a girl she's a doctor. تمام؟ بدل ما يقول she is a doctor لأ، دخّلي الكلام في بعضه وقوليه له هتلاقيه بيقول بسرعة أكتر. تمام؟ فده من الحاجات اللي بتسرّع القراءة مع الطفل، وبتحسّن القراءة عنده، وعلى الأقل الطفل يقرأ نُص ساعة يوميًا جُمل مش كلمات. إحنا هنخلّص مرحلة الكلمات دي خالص في مرحلة الshort والlong vowels اللي ادّيناها للطفل. نيجي ندّي له مثلًا قواعد زي ما قُلنا verb to be وverb to have، نبدأ نعمل له جُمل كاملة. تمام؟ نبدأ عشان نقوّي كمان عنده الحصيلة اللغوية إن إحنا نجيب له مثلًا صور كتير أو نرسم له صور كتير في الصفحة، أوكي، ونقول له مثلًا what can you see what can you see أنت شايف إيه؟ فيبدأ يقول إيه، الإجابة اللي هي بتقول I can see مثلًا sky I can see مثلًا book I can see، ويبدأ يجيب لِك مفردات كتير أوي وحاجات شايفها في الصور، أوكي، يبقى إحنا كده علّمنا الطفل إن هو يستخدم المفردات اللي هو شافها وبيكوّن عليها جملة اللي هي بادئة I can ومعاها كلمة I can. طيب ده هيخلّي الطفل بقى برضه يحصل معاه إيه، هتتحسّن قراءته من كتر ما بيقرا كتير، وهتنمّي عنده الحصيلة اللغوية وهيبقى حافظ كلمات كتير. لو قُلت له الصور دي كلّها فيها أسامي إيه مثلًا sun مثلًا sky مثلًا bird مثلًا moon فيبدأ إن هو بقى يستخدم الكلمات أو الwords اللي إحنا اديناها له دي في إن هو يكوّن جملة I can see. I can see كتير أوي، تبُصّي تلاقي الطفل بدأ إن هو يعمل إيه، يقرأها أسرع. I can see ويحط الكلمة اللي هو شايفها. تمام؟ دي من الحاجات برضه اللي بتحسّن وتسرّع القراءة كتير وتخلّي الطفل يحفظ مفردات وvocabularies كتير. الحاجات دي كلّها بتنمّي اللغة عند الطفل وبتخلّي عنده حصيلة لغوية يقدر يستخدمها بعدين، وكمان عينيه بتحفظ الكلام من كتر ما بيتكرر قدّامه لإن هو يوميًا بيقرأ، فيوميًا بيشوف الكلام ده، ويوميًا المخزون عنده بيزيد، فده اللي بيقلل أخطائه أثناء القراءة، وبيخلّيه طفل متمكن جدًا، ما عندهوش أي صعوبة في أي حاجة خالص أثناء القراءة، لإن هو أصلًا اتدرّب كتير بشكل كافي يخلّينا نقول إن كده إحنا عملنا اللي علينا مع الطفل. لكن أنا لو اكتفيت إن أنا بادّي بس كلمات مفردة للطفل وأقول له اقرأها علشان يتدرّب على الshort long vowels، هييجي يقرأ هيقطّع بنفس الطريقة اللي كانت بيقطّع بيها، وكمان مش هيبقى متمكن في قراءة الجمل سريعًا. لأ، إحنا بدل ما نبدأ إن إحنا ندّي له كلمات تاني عشان يبدأ يقرأها تاني لأ، انسي المرحلة دي وهاتي له جمل كاملة يقرأها، هاتي له short stories يقرأها، وزي ما قُلت نُص ساعة يوميًا للقراءة هتحسّن الموضوع ده. يا رب إن شاء الله أكون قدرت أفيدكم في موضوع إن إزاي ليه الطفل بيبقى بطيء في القراءة، وإيه اللي يسرّع معاه أكتر، وإيه اللي يخلّيه ينطلق ويبقى الaccent بتاعه كويس جدًا. لازم يسمع منِّك كتير ويقرا هو، يسمع نَفْسه، لمّا يسمع نَفْسه أخطائه هتقِل. تمام؟ يا رب إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو، وانتظروني إن شاء الله في فيديوهات تانية كتير تخُص أطفالنا وتأسيسهم، وأهم مرحلة من مراحل حياة الطفل. وما تنسوش تتابعوني على قناة التأسيس مع مِس مروة هتبسّطها لك، ودي قناتي على اليوتيوب. وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.